أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في لقاء الفريقين في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز المصري في المباراة المقامة على استاد هيئة قناة السويس. وجاءت أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري كما يلي: وسجل ناصر ماهر الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 84، وذلك بعدما استلم تمريرة من الفلسطيني آدم كايد، وقام بالدوران والتصويب مسجلا الهدف الأول للفريق الأبيض. ويخوض البلجيكي فيريرا المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع محمود بن تايج، محمود حمد الونش وحسام عبد المجيد وعمر جابر، خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وفي خط الهجوم شيكو بنزا وناصر منسي. ويتواجد على مقاعد البدلاء محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد اسماعيل وسيف جعفر واحمد عبد الرحيم ايشو وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري. وعن تشكيل سيراميكا، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه في المباراة التي تجمع فريقه أمام الزمالك، والذي جاء كما يلي: في حراسة المرمى محمد بسام، في خط الدفاع حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، أحمد هاني، وفي خط الوسط عمرو السولية، عمرو كلاوة، إسلام عيسى، أحمد بالحاج، أيمن مكة، وفي خط الهجوم فخر لقاي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد كوكو وجاستس أرثر وعبد الله مجدي وإبراهيم محمد وكريم ندفد ومحمد مغربي ومحمد صادق وصديق أجولة ومروان عثمان. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.